السلام عليكم اخواتنا الغلابه في اول حلقه من حلقاتنا بعد كاس العالم، واللي فاز بيه ميسي والارجنتين، وكان الفوز كمان من نصيب تيم حلاوه. انا تعبت. تعبان يا كابتن. لا والله تعبان. قبل ما ندخل في موضوع حلقه النهارده ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتعمل شير للفيديو وتعمل لايك عشان عايزين نوصل الفيديو ده ل1000 لايك بقى، وانزل بالانترو على الموبايل. وخلينا نبدا اولى حلقاتنا في 2023 واللي هتكون مراجعه لاهم احداث 2022. خلونا نخرج شويه من مود كاس العالم 2022 ونرجع تاني للدوريات والانديه اللي بنحبها، ونبدا كلامنا معاكم عن ابطال الدوريات الخمسه الكبرى في 2022. ونبدا بالدوري الانجليزي، وكالعاده مؤخرا المنافسه ما بين سيتي جوارديولا وليفربول كلوب، وخدت مانشستر سيتي الدوري ساعتها على حساب ليفربول بفرق نقطه واحده. الاثاره اللي وصلت لدرجه ان صلاح لما احرز الهدف الثاني في ولفرهامبتون احتفل وهو ما كانش عارف ان الدوري اتحسم بالفعل لمانشستر سيتي. الدوري المميز واللي اتحسم باقدام اللاعب جوندوجان، وهدفه في الدقائق الاخيره اللي فكرنا بشكل كبير جدا بهدف اجويرو الحاسم في دوري 2012. بس لو جينا بصينا في بدايه 2023 وترتيب الدوري الانجليزي هنلاقي ان ارسنال ارتيتا بيفجر مفاجاه بتصدره للدوري لغايه الجوله 19، وبنشوف منافسه جديده بين ارسنال وسيتي على لقب الدوري وغياب ليفربول عن التوب فور. ونروح للدوري الاسباني اللي بدا يفقد متعته في اول موسم نشوفه من غير الاثنين ميسي ورونالدو، وقدر ريال مدريد انه يحسم الدوري بدري قبل النهايه باربع جولات، وده طبعا بعد الظروف السيئه اللي بيمر بيها برشلونه من بدايه الموسم واللي قتلت تماما الروح التنافسيه بين الفريقين، وده بسبب الاداره السيئه للنادي وقتها والاختيارات الغير موفقه تماما في الصفقات. ولكن بعد تفعيل الروافع وبيع بعض الاصول قدر برشلونه انه يفوق ويرجع للمنافسه شويه، ده بعد ما اشترى شويه صفقات مهمه كان اهمها تولي تشافي تدريب الفريق من بدايه الجوله ال14، لكن ده ما قدرش يحقق كتير للفريق الكتالوني وخرج برضه بموسم صفري واحتل وصافه الدوري فقط لا غير. ولكن مع بدايه 2023 بيتغير الحال وبيتصدر برشلونه جدول ترتيب الدوري على حساب ريال مدريد، وده بدا يدي طعم للدوري من جديد ويشد الناس انها تتابع الماتشات تاني. ونطير على ايطاليا ومفاجاه السنه وعوده العملاق ميلان لمنصات التتويج بعد فوزه بالدوري الايطالي على حساب غريمه انتر، الدوري اللي ما كانش اتحسم لغايه اخر جوله، ولكن قدر جيرو انه يوصل بالميلان للفوز بالدوري بعد غياب 11 سنه. ولو بصينا على جدول الدوري الايطالي في بدايات 2023 هنلاقي ان نابولي هو المتصدر حاليا واللي بيقدم واحده من احسن انطلاقاته في الدوري الموسم ده. تحداك تقول لي كفاراتسخيليا 5 مرات ورا بعض. ونروح للدوري الفرنسي وباريس واولى مواسم ميسي مع الفريق، واللي قدر انه يستعيد اللقب بعد خساره السنه اللي قبلها ويحقق لقبه العاشر عشان يعادل الرقم القياسي لسانت تيان كاكثر الفرق تحقيقا للدوري الفرنسي. ونروح على الدوري الالماني اللي حاله ما اختلفش عن السنين اللي فاتت، ولسه البايرن بياخد الدوري للمره العاشره على التوالي، وفي بدايه 2023 لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. باريس على صداره الدوري الفرنسي والبايرن على صداره الدوري الالماني. ودلوقتي خلونا نتكلم عن الاحصائيات الفرديه والارقام القياسيه اللي اتحطمت في 2022، واهمهم الحكومه كريم بنزيما اللي بعد ما فاز مع الريال بالدوري الاسباني والتشامبيونز ليج قدر كمان انه يحقق جائزه البالون دور لاول مره في تاريخه، عشان كمان ينصفه الحظ ويبقى هداف التشامبيونز ليج ب 15 جون وهداف الدوري الاسباني ب 27 جون. وده ما يخليناش ننسى ان جائزه الحذاء الذهبي كانت من نصيب البولندي روبرت ليفاندوفسكي اللي قدر انه يسجل 35 جون في الدوري الالماني مع بايرن ميونخ. وكمان قدر الجدار الالماني تير شتيجن انه يكون اكتر حارس حفاظا على شباكه في عام 2022 بمجموعه 19 كلين شيت منهم 11 بس السيزون ده. ونروح للملك المصري محمد صلاح واللي قدر انه يستعيد لقب هداف الدوري الانجليزي بالتقاسم مع سون ب 23 هدف، وكمان قدر ان هو يحقق اكتر صانع اهداف في الدوري الانجليزي ب 13 اسيست عشان يشارك بمجمل 36 هدف في الدوري. واكيد كيفن دي بروين كان ليه بصمه في الدوري الانجليزي كالعاده لانه قدر يكون اكتر لاعب صنع فرص في الدوريات الخمس الكبرى بمجموع 110 فرصه. ونروح لكيليان امبابي اللي قدر انه يسجل اكتر اهداف في جميع البطولات سنه 2022 بمجموع اهداف وصل ل 56 هدف، وكمان قدر ان هو يحقق جائزه هداف كاس العالم برصيد 8 اهداف عشان يكون موسم كبير للاعب في السن ده. بس في نهايه 2022 بدانا نشوف هدافين جدد للدوريات واللي كان اهمهم ايرلينج هالاند اللي قدر انه يسجل 20 جون في 14 ماتش بس، وروبرت ليفاندوفسكي اللي قفل السنه ب 13 جون في الدوري الاسباني. ميسي واللي كانت سنه 2022 واحده من اهم السنين في مشواره اللي قدر يحقق فيها طبعا بطوله كاس العالم
العالم، وقدر ان هو يكسر الرقم القياسي في عدد المشاركات في كاس العالم بمجموع 26 ماتش، وكمان قدر يحقق لقب مستر اسيست كاكتر لاعب صنع اهداف في جميع البطولات ب 30 اسيست. رونالدو في سنة 2022 واللي ابتداها انه يكسر رقم قياسي جديد كأكتر لاعب يسجل اهداف مع اندية في العالم برصيد 692 هدف، ولكنها ما كانتش السنة اللي افضل على الاطلاق للبرتغالي بعد خسارته في كاس العالم امام المغرب وخروجه من ربع النهائي وتخبطه في الانتقال لنادي جديد بعد فسخ تعاقده مع مان يونايتد، عشان نشوفه بينهي السنة على عكس بدايتها وينتهي بيه المشوار للانتقال لنادي النصر السعودي في صفقة هي الاغرب من نوعها، ويصبح صاحب اعلى مرتب لرياضي في العالم. سنة 2022 اللي شفنا فيها تألق لمدربين كتير، وكان من ابرزهم اكيد كارلو انشيلوتي، واللي قدروا انه يكسب دوري الابطال مع ريال مدريد للمرة ال 14 في تاريخه بعد مشوار صعب وتاريخي، وبكده يكون كسر الرقم القياسي كاكتر مدرب فاز بالتشامبيونز ليج ب4 مرات، وكمان يكسر رقم جديد بعد فوزه بالدوري الاسباني، ويكون اول مدرب قدر يحقق الدوريات الخمسه الكبرى. وفي النهايه كل واحد فينا هيختار تشكيله العام بالنسبه له في عام 2022، وانتوا اللي هتحددوا التشكيله الافضل ما بيننا. نبدا بحراسه المرمى، يا ترى انت هتختار مين بقى حلاوه؟ يعني انا ممكن اختار ايميليانو مارتينيز مثلا. يعني مجرد عشان قدم بس بطوله زي كاس العالم هتقدر تقيمه كاحسن حارس على مدار السنه؟ مش هقدر اتغافل عن مثلا كاس العالم واقول مش مقتنع بصراحه. انت طيب هتختار مين؟ انا عن نفسي بصراحه هختار تيبو كورتوا، خيار منطقي. ماشي تمام. طيب تعالى نمشي مثلا من اليمين للشمال. مثلا انا ماشي. كباك رايت هختار حكيم. حلو، عمل سيزون كويس وفي كاس العالم مع المغرب. انا عن نفسي هختار مدريد يعني كفخار. تعالى بقى نسيبنا من الباك رايت ونبص للاثنين مساكين. انت رايح لمين؟ انا ممكن اختار مثلا فان دايك وألابا. انا همشي معاك شويه في حته الريال وهاخد ميليتاو، تقريبا هعمل تشكيله الريال وهاخد جنبه روبن دياز. لو رحنا مثلا الباك الشمال انا عايز اخد كانسيلو. ماشي، هو اللي كان في دماغي تقريبا، بس يعني ممكن اميل لثيو هرنانديز. ونسيبنا بقى من الدفاع وننزل نص الملعب ونبدا بالديفندر، وانا المره دي هخطف منك ايه؟ كيميتش. طيب فكر انت بقى. وانا هختار كاسيميرو. طيب وهتختار مين اتنين قدام الديفندر؟ هختار دي بروين كالاول. ماشي، والتاني ابن الصغير بدري. طيب ماشي. يعني انا ممكن اميل للاثنين، مثلا ممكن اروح للوكا مودريتش، وبرضه اخد واحد من الاشبال بس ابننا الصغير بقى يوسف اسامه نبيه. ايه ده؟ والله خلاص بهزر، انا هاخد جمال موسيالا. طيب والوينج اليمين بقى هنختار مين؟ طب ايه المره دي هتختار زيزو على ميسي ولا ايه؟ لا يا عم مش للدرجه دي، هسيب لك ميسي واخد انا صلاح ابو بكر. ولندن. طب انت يا عم هتختار ماشي، مين؟ انا خلاص انا خدت ميسي. اللي بعده وينج شمال. طيب انا هروح كيليان امبابي. ماشي، انا هختار نيمار. واعتقد دي صفقه رابحه يعني ان انا اخد كيليان امبابي في مركز زي ده. انت انا حاطط لك ميسي. ماشي خلاص. ماشي. نيجي طيب للمهاجم الصريح. انت طبعا انت بينتها في اول الحلقه يعني ان انت ميال لمين؟ مين؟ يعني انا قلت بنزيما والحكومه وقمت داخل لي في ليفاندوسكي وبتاع، خلاص انا هختار باين ان انت هتميل لليفاندوسكي وانا هبقى بنزيما، صح. طيب ونيجي للمدرب، شايف مين المدرب اللي ممكن يتولى تدريب تشكيله زي دي؟ يعني مثلا انا ما اقدرش في الموسم ده وكاس العالم اتجاهل مثلا ليونيل سكالوني. يعني انت واخد مارتينيز وميسي وسكالوني، ابن كاس عالم. كان فاضل انزو فرنانديز. ماشي خلاص. ماشي، وانا كالعاده هروح لكارلو انشيلوتي. كده اعتقد تشكيلاتنا احنا الاثنين اكتملت، وهنستنى ارائكم في الكومنتات وقولوا لنا تشكيلاتكم ل 2022 وقولوا لنا انتوا شايفين مين فريق متكامل اكتر. نشوفكم على خير، سلام. ايه الكلام؟ انا الكلام ده بطمن عليك. ايه الكلام؟